في الشأن الصحراوي قصف صباح أمس الجيش الصحراوي بقطاع المحبس 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش المغربي، وهي القواعد 21 22 23 من الفيلق 40 مشاة القطاع، بعدما استهدف الجيش المغربي بيوتا لعائلات صحراوية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. مفاد التلفزيون الجزائري لقطاع المحبس فوزي أيت علي نقل لنا صورا حصرية لهذه المعارك التي دامت يومين كاملين. استهدف هذا القصف العشوائي من طرف الجيش الملكي المغربي صباح اليوم بعض البيوت المتواجدة بقطاع المحبس، ومن حسن الحظ لم يخلف الهجوم خسائر بشرية، لأن العائلات الصحراوية التي كانت تتواجد بها رحلت إلى مناطق أخرى بسبب الحرب، مما دفع الجيش الصحراوي بمختلف كتائبه التابعة للناحية العسكرية السادسة للرد بقوة وبعنف، مما أدى إلى قصف 3 قواعد عسكرية مغربية من الفيلق 40 مشاة القطاع. بالنسبة له النقطة اللي هاجمنا أمس أنتم بحضرتكم كنتم متواجدين معنا هي جبهة الفيلق 40، وكانت القاعدة 22 والصوميت 211، بالإضافة إلى امتست ثم كذلك القاعدة 23. المعركة دامت تقريبا ساعتين، أنا يقول حد قصف غير يقول في الحقيقة هي معركة متواصلة تمت متواصلة لمدة ساعتين، ومن بعدين في العشية تواصلت، وفي الليل كيف حضرتوا وشاركتوا معنا فيه تم هجوم استخدمت فيه جميع الوسائل بما فيها المناطق الخفيفة ضد المغرب، الشيء اللي جعلهم على كل حال صابتهم الارتباك المتين، واللي ردوا من جميع الواجهات عشوائي، واللي قطع لهم في ذيك العملية تكبدوا فيها خسائر كبيرة. ونحن اليوم كالشباب ما نقل من ذو الشهداء ولا نقل من ذي الإطارات اللي سبقتنا، نحن عاطين أرواحنا ومستعدين وحرب التحرير حرب أجيال. يومين كاملين والقصف لم يتوقف في كل الاتجاهات بين الطرفين بالقذائف العنقودية، قذائف الهاون ومختلف الصواريخ، مما جعل ساحة الحرب مفتوحة على مصراعيها من المحبس إلى القرقرات. التاريخ 13 نوفمبر إلى يومنا هذا المعارك متواصلة، قصاف هجمات على طول الجبهة المعادية. طبعا الجبهة المعادية عبارة عن حزام دفاعي متصل طوله 2700 كيلومتر يمتد من جنوب المغرب إلى المحيط الأطلسي. على طول هذه الجبهة الهجمات والأقصاف متواصلة ليل النهار منذ 13 نوفمبر. مسافة قصيرة تفصلنا عن القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة، والتي تعرضت لقصف عنيف من طرف الجيش الصحراوي في حدود 11 صباحا من نهار اليوم، كردة فعل عن 60 صاروخا وقذائف الهاون التي أطلقها الجيش المغربي باتجاههم. الساعة الآن تشير إلى حوالي 10 ليلا، والقصف في كل الاتجاهات. يحدث هذا في الوقت الذي يحاول الإعلام المغربي أن يتكتم عن هذه الحرب المرفوضة التي ما كانت ستنطلق لو لم تخرق الرباط الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار. فوزي علي، التلفزيون الجزائري، قطاع المحبس من الجهة المقابلة للقاعدة العسكرية المغربية رقم 22 من الفيلق